مساء الخير على حضراتكم، يا رب دايما دايما بألف خير وصحة وسعادة، ودايما مع بعض، ودايما بنستفيد من كل المعلومات اللي احنا بنقولها. طبعا بشكركم على كل الرسائل وكل الأسئلة اللي انتم بتبعتوها، ويعني أنا سعيد جدا 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 إن في مجموعة كبيرة متابعة ثقافة برلماني، ومجموعة من الطلايع ومجموعة من الشباب حابة إن هم يكون عندهم ثقافة برلماني، حابين البرلمان، حابين يكونوا في البرلمان. فده شيء إيجابي جدا، وأنا دايما 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 فخور ان في شباب حابين العمل العام، ونقدر نقول عمل برلماني، ونفسهم وعندهم احلام ان هم يكونوا في البرلمان. فده شيء ايجابي جدا جدا جدا. ويا رب دايما كلكم تكونوا بالف خير وصحة. معاكم احمد موسى، والنهارده هنكمل رحلتنا في ثقافة برلماني والادوات الرقابية او الادوات البرلمانية اللي احنا كنا بدأناها الحلقة اللي فاتت. فاهلا بيكم، ويلا بينا للرحلة بتاعتنا النهارده. طيب، ادوات الرقابه البرلمانيه زي ما اتفقنا، او زي اسئلتكم ما جت، هي الادوات اللي بيستخدمها النائب داخل قبه البرلمان. يعني الادوات البرلمانيه دي ما بيستخدمهاش بره. يعني مثلا مش هو قاعد مع مجموعه من صحابه، او هو قاعد في البيت، لا، هو بيستخدمها داخل قبه البرلمان، صلاحيتها زي ما نقول كده داخل ايه، قبه البرلمان. طيب، هل ممكن انا استخدمها بره؟ في بعض ادوات الرقابه البرلمانيه اللي ممكن استخدمها بره البرلمان، بس طبعا دي بتبقى ليها شروط وليها احكام، وحسب اللائحه الداخليه للمجلس بينص ازاي بتستخدم خارج قاعات البرلمان. يعني هنقول بمثل ادق الناس كلها كانت شافته، كان دايما عندنا في مصر بعض المشاكل العامه او بعض المشاكل الكبيره، فكان بيحصل من البرلمان اللي هو يشكل لجنه اسمها لجنه تقصي حقائق. لجنه التقصي الحقائق دي بتطلع بره المجلس، مش بتبقى بقى جوه المجلس، لا، بتطلع بره المجلس، تجمع تقارير، تجمع ادله، تقعد مع بعض الناس الخاصه بالمشكله دي او اطراف المشكله، تعرف تقريرات النيابه العامه، تشوف تقريرات النائب العام، وترجع تعمل تقرير وتعرضه على المجلس. وطبعا يعني دي من اشهر الحاجات اللي احنا سمعنا عنها في فتره من الفترات، اذا كان بعد 2011 او بعد 30/6 او احداث، يعني زي ما احنا بنقول كده الاحداث المصريه بعد ما حصل بعد ايه 2011. طيب، نرجع تاني بقى للي جوه البرلمان او داخل القاعه او تحت القبه بتاعه البرلمان. عندنا زي ما قلنا طلب الاحاطه، اللي انا ممكن يعني احيط علم الناس الموجوده او الوزير او بمشكله موجوده او مشكله مش موجوده، او بعض الاحداث اللي فيها او بعض النتائج اللي فيها اللي ممكن ما يكونش حد عارف بيها او عارفين بيها، بس انا بذكرهم بيها تاني. طيب، ايه تاني حاجه احنا كنا عايزين نتكلم فيها؟ البيان العاجل. يعني ايه بيان عاجل؟ هو من اسمه شارح نفسه. البيان العاجل دوت هو بيان بيبقى عاجل جدا، لازم يتقال، وبيتقال في اول الجلسه، وبيكون ليه اهميه. بمعنى ادق وبمعنى بسيط، يعني مثلا كنا شفنا في بعض الدول العربيه مثلا لما حصلت بعض الثورات، ان رئيس الدوله مثلا ساب الدوله وركب طياره ومشي. فده ممكن يبقى نص بيان عاجل داخل المجلس، لازم يتقال دلوقتي. في حاجه حصلت، في حدث حصل، ان رئيس الجمهوريه ساب الدوله ومشي، ركب طياره ومشي. خلاص، فده حاجه حصلت وحاجه حقيقيه، ولازم اقولها دلوقتي، ميعادها حالا، ما ينفعش اجلها. وطبعا البيان العاجل دوت زي ما قلنا ممكن ما يتحطش في جدول الاعمال. يعني مش لازم لما اعمل جدول الاعمال، جدول الاعمال ده بيبقى مسبقا معمول للجلسات ومبعوث لكل النواب، اذا كان باسئله، بطلبات احاطه، باستجوابات، بطلبات مناقشه، بطلبات مناقشه عامه، فبيكون كل دوت مسبقا معمول في جدول الاعمال. طيب، في بند حلو جدا كده في جدول الاعمال بيقول ايه؟ وما يستجد من اعمال. يعني ايه وما يستجد؟ بيان العاجل ده بقى مما يستجد. ممكن حاجه تكون حصلت دلوقتي، حاجه والنواب رايحين الجلسه، يعني مثلا النائب وهو رايح الجلسه حاجه حصلت، زلزال، كارثه كونيه حصلت في الدوله، حاجه عاجله جدا 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 لازم تتقال دلوقتي جوه المجلس، ما ينفعش نستنى عليها، ما ينفعش نتاخر عليها، حاجه عاجله جدا. فعشان كده دايما اسمه البيان العاجل. وده طبعا بيبقى فردي، هو عمل فردي من عضو واحد، يعني من عضو واحد ممكن يقدم البيان العاجل ده. وطبعا بيتقدم اول حاجه، مش مثلا نعمل جدول الاعمال ونقول جدول الاعمال ونمشي بالترتيب بتاع جدول الاعمال وبعد كده نقول بيان العاجل، لا، بيان العاجل ده بيبقى فردي. دي اول حاجه. ممكن عضو او رئيس اي لجنه من اللجان اللي احنا عندنا، طبعا احنا عندنا مجموعه من اللجان داخل المجلس، ممكن رئيس اللجنه يقول بيان عاجل، خلاص، او ممكن عضو فردي يقول بيان عاجل، خلاص. وده طبعا بعد الموافقه.
يعني بعد الموافقه من المجلس اللي هو يقوله طبعا. خلاص. وده طبعا لاهميته والخطوره بتاعه البيان، فلازم يتقال اول حاجه، ما ينفعش يستنى عليه، ما ينفعش ناجله، ما ينفعش ناخره في اخر الجدول بتاع الجلسه، فعشان كده بنقوله اول حاجه. فالبيان العاجل ده طبعا ده لو في حاجه حصلت وانا رايح الجلسه كعضو مجلس نواب او كعضو نموذج محاكاه، بقوله اول حاجه في الجلسه. طيب قلنا طلب الاحاطه. في حاجه اسمها كمان طلب المناقشه العامه. طلب المناقشه العامه دي يعني مجموعه من الاعضاء، ده هنا مش لعضو واحد، ده بيبقى عمل جماعي. يعني مثلا احمد ومحمد وابراهيم ومحمود دول اعضاء جوه المجلس، اعضاء جوه نموذج المحاكاه، بيطلبوا حاجه اسمها طلب المناقشه العامه. يعني ايه طلب المناقشه العامه؟ يعني مثلا هنطرح موضوع مثلا ان الشركات الاجنبيه ان هي كانت ماسكه اعاده تدوير القمامه او استخدام القمامه او لم القمامه من الشوارع مثلا، الشركات دي ما بقتش تعمل بالطريقه الصح. فاحنا عايزين نتناقش، نشوف الموضوع ده هل بيحصل في محافظه واحده، بيحصل في مكان واحد، ولا بيحصل في عده اماكن. فبروح اطرح الموضوع بتاع المناقشه العامه دوت على مجموعه من الاعضاء، زي ما بنقول كده ايه، انا بلم موردين، بلم مؤيدين. اول حاجه اعملها في طلب المناقشه العامه دي اللي انا الم ناس تكون مسانده للقضيه بتاعتي. بس القضيه بتاعتي هنا مش قضيه، لا هنا طلب مناقشه، موضوع عايزين نتكلم فيه. فبروح للاعضاء وبعرض عليها الموضوع وبجذبهم للموضوع مثلا بطريقه ما، طبعا الطرق المشروعه داخل المجلس طبعا، واتناقش معاهم كده لحد ما اقنعهم فيأيدوا مثلا ان احنا نطلب القرار ده او نطلب المناقشه للموضوع ده. فاخد عضو 2 3 4 لحد ما اوصل اقل حاجه 20 عضو، على الاقل كده يكون معايا 20 عضو. وبعد كده بنقدم، طبعا ده ممكن يكون طلب مناقشه عامه لاعضاء حكومه، لوزير، لمشكله، لموضوع، بس لازم على الاقل يكون معايا 20 عضو. معايا 20 عضو مأيدني ومعايا كده وزي الفل، نروح نقدم لرئيس المجلس نقول له يا سياده الرئيس عايزين ندرج طلب المناقشه العامه ده في الجلسه. طيب خلاص، بيتم بقى في نفس الجلسه؟ لا، ممكن احطه في جدول الاعمال هو في الجلسه الجايه. تمام كده. فيعني طلب المناقشه العامه ده لازم يكون حاجه انا ومجموعه من الاعضاء اتفقنا عليها. ده طبعا بيخش في صيغه اللي ممكن تكتل سياسي يطرح موضوع للمناقشه العامه. حزب سياسي، يعني مثلا حزب ليه مثلا 25 عضو داخل المجلس، 30 عضو، 40 عضو، 50 عضو، 100 عضو، خلاص. ممكن الحزب ده يطرح طلب للمناقشه العامه عن طريق اقل حاجه 20 عضو او الكتله بتاعته. طبعا ممكن حزب واحد، ممكن يكونوا حزبين مع بعض، ممكن يكونوا 3 احزاب، ممكن يكون تكتل سياسي. التكتل السياسي هنا مش معناه اللي هو حزب او حزب تاني من نفس الاتجاه او بنفس الايديولوجيه بتاعت بعض، لا. ممكن التكتل السياسي ده يكون حزب معارض وحزب مؤيد، يعني حزب مؤيد للحكومه وحزب معارض للحكومه، خلاص. بس الاتنين اتفقوا على طلب المناقشه العامه ده، او عايزين يقدموا طلب المناقشه العامه ده للاعضاء اللي هم يناقشوا فيه او يتكلموا فيه، خلاص. فاحنا كده اتكلمنا على البيان العاجل واتكلمنا على طلب المناقشه العامه. طيب ايه ممكن تاني نتكلم فيه؟ الاستجواب. دايما 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 الاستجواب هو حاجه بتتقال كده بالصيغه العاميه، هو اتهام. اي استجواب لاي مسؤول هو اتهام لاي مسؤول. بس قبل ما نخش على الاستجواب لازم نعرف اداه معينه اللي بتودينا للاستجواب. ايه اهم اداه برلمانيه ممكن تودينا للاستجواب؟ حاجه صغيره جدا دايما بنحطها كده علامه استفهام، السؤال. السؤال ده ممكن يكون مكتوب، مقروء، متلو بالكلام في داخل الجلسه. ده طبعا بيبقى عمل فردي، السؤال ده عمل فردي جدا جدا من عضو واحد بيقدمه للمجلس وبيضرب في جدول الاعمال. وطبعا السؤال ده بيروح للحكومه قبل ما هم يجوا او يحضروا، او يكون مطلوب منهم بعض البيانات عشان يحضروها ويبعتوها للمجلس، عن طريق طبعا زي ما قلنا
شؤون المجلس او الشؤون النيابيه، وزير الشؤون الماليه او شؤون المجلس اللي بيبقى موجود داخل المجلس، اللي بيقدم لكل الوزراء كل اللي بيطلب منه. خلاص. السؤال زي ما بنقول كده هو السم في العسل اللي بيحطه عضو البرلمان لاي مسؤول. ممكن اكون عايز اعرف معلومات فاسال سؤال عن المعلومات دي، ممكن اكون عايز اعرف احصائيات، ممكن اكون عايز اعرف كيفيه تفكير الحكومه في المشكله دي، فده برضو سؤال. ممكن اعرف ادوات التنفيذ من الحكومه في المنطقه دي او في المشكله دي، فده سؤال. ممكن يؤدي لاستجواب، ما انت اديتني بيانات واديتني يعني اديتني بيانات عن الموضوع، وقلت لي طريقه الحل اللي انت بتحلها للموضوع، والمشكله دي بالنسبه لك في الاولويه انهي، ففي الاخر قدرت ان انا اوصل، ممكن اوصل لك للاستجواب. فعشان كده دايما الاداه الرقابيه اللي احنا بنقولها هي صغيره جدا وحاجه يعني سؤال. اعمل السؤال عادي يا عم، عضو مجلس بعت لنا سؤال نديله البيانات اللي هو عايزها، مساعد الوزير حضر البيانات وارسلها للعضو الفلاني عن السؤال اللي هو كان سأله. فالسؤال هو اخطر اداه برلمانيه عشان ممكن يؤدي للاستجواب، فعشان كده دايما بنقول ايه، اهم اداه برلمانيه او كاحمد يعني اهم اداه برلمانيه بالنسبه لي هي السؤال. زي ما بنقول كده السم في العسل، انا بديله عسل حلو كده صغير وجميل، هو بيديني قدامه حاجه كبيره قوي اقدر يعني زي ما بنقول كده ماده اقدر اشتغل عليها واطلع منها كل اللي انا عايزه. عشان كده دايما انا بقول اي سؤال ما تستهونش بيه في البرلمان، ركز فيه في المطالب بتاعته بيدور حوالين ايه، عشان ممكن يبقى مفتاح ان انا استجوب وزير، ممكن يبقى مفتاح ان انا اطلع اداة اتهام لوزير او رئيس وزراء. فعشان كده دايما السؤال مهم. فيا رب النهارده يكون افدناكم في بعض الادوات الرقابيه اللي احنا قدمناها، ومستني طبعا اسئلتكم ومستني ارائكم ومستني كل اللي انتوا عايزين تسالوا فيه. واذا كان على اللجان ممكن نتكلم فيها وتبعتوها او تبعتوا اي سؤال عن اي لجنه، يعني بالاخص الاسئله اللي جت عن لجنه النقل والمواصلات، يعني يا رب يكون الرد اللي احنا بعتناه يكون اوفى بكل شيء عن اللجنه. هي اللجنه باختصار بتشتغل على مشاكل النقل والمواصلات بكل ما يخصها من قوانين، من ادوات، من طريقه تشغيل الحكومه للنقل والمواصلات داخل الدوله. فهي اللجنه بتشمل كل شيء، مش حاجه واحده، مش بس اللي هي تعمل قانون للنقل والمواصلات، لا، ممكن لادوات، يعني مثلا استيراد مثلا مجموعه من القطارات، مجموعه من ادوات النقل الذكي الجديده، مشاريع النقل، توفير خطوط النقل، قوانين النقل، طرق حل المشكلات، رفع سعر تذكره النقل، كل ما يخص ده بتعمله لجنه النقل والمواصلات. فيا رب دايما كده تكونوا بألف خير، ومستنيين اسئلتكم ومستنيين كل حاجه انتوا عايزين تسالوا فيها وتعرفوا بيها عن البرلمان. ويا رب دايما احنا مع بعض ومستعدين دايما ان احنا نساعد بعض. شكرا ليكم والسلام عليكم.